بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا بالأمس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن له بالهجرة، أذن الله عز وجل له بالهجرة بعد ما اشتدت عداوة قريش له ولأصحابه. اشتدت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فأول شيء أمر أصحابه بالهجرة أن يهاجروا، ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل له بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في عامه 13 من البعثة، ووصل إلى المدينة وهو قد أكمل، انتهى العام 13 من الهجرة وعمره 53 كما تقدم، وبقي في المدينة كم سنين بقي في المدينة؟ 10 سنين، وبقي في المدينة 10 سنين، وهذا بالإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى 10 سنين كملا نحكيها، أي نذكرها بالتفصيل. ومر معنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، أي في السنة الأولى أتمت صلاة الحضر، أي جعلت أربع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك جاء عن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف ركعة. تقدم معنا حديث عائشة أنها قالت: تمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وكان إتمام الصلاة، قال المؤلف، من بعد ما جمع فاسمع خبري، من بعد ما جمع أي من بعد ما أقام الجمعة، والجمعة أقيمت في المدينة ولم تقام في مكة، إنما فرضت في المدينة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذه في سورة الجمعة، والجمعة سورة الجمعة مدنية بالإجماع، فإذن الجمعة أقيمت في المدينة. أما مكة فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة في مكة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة الأولى.
ما زال يذكر ما يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، ثم بنى المسجد المكرم الذي أسس على التقوى. قال الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ومسجد قباء المراد به مسجد قباء. وكذلك المسجد النبوي أسس على التقوى، أسس على التقوى. قال: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، أي بنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة النبوي، وهو مسجده صلى الله عليه وسلم. فبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء هذا لا خلاف فيه بين أهل السير أنه أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرا، وأنه أول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، أي لجميع المسلمين عامة. أما ما كان بني خاصة كما بنى يعني أبو بكر رضي الله عنه مسجدا في مكة بجانب بيته فهذا له خاصة، هذا له خاصة. فأول مسجد بني لعامة المسلمين هو مسجد قباء، وهو رابع مسجد في الإسلام مكانة وفضيلة. أول مسجد المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم مسجد قباء، ثم عامة المساجد. الحمد لله. إذن هكذا ترتيب المساجد في الأفضلية. أول مسجد مسجد الحرام، فصلاة فيه تعدل كم؟ 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ثم المسجد النبوي، وتعدل الصلاة فيه صلاة تعدل ب1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ثم بعد ذلك المسجد الأقصى، والصلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. ثم في فضيلة المساجد بعد مسجد قباء، المسجد الأقصى يأتي مكانة مسجد قباء، لأنه أول مسجد أسس على التقوى وبني لجماعة المسلمين، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرة. ويعني هذا المكان في عوالي المدينة في يعني بني عمرو بن عوف. جاء في حديث الهجرة: فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 19 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. هذا الحديث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان
أن أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، وبقي يعني 10 ليلة، والبضع هو ما بين 3 إلى 9، ما بين العدد 3 أي 13 أو 14 أو 15 إلى 19. وأسس في هذه الأيام مسجد قباء، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وذهب إلى المدينة. وعندما وصلت الناقة إلى مكان المسجد، مكان مسجد صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الآن، بركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا المنزل. وكان يعني في هذا المكان مربد للتمر لغلامين يتيمين في حجر كان كافلهما أسعد بن زرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا؟ فقالوا لغلامين كما سيأتي معنا في بناء المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد قباء يعني له يعني قلنا هو مكانته وفضله الرابع، وله أيضا يعني فضائل. فمن كما جاء عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كمن جاء بعمرة، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أنه من صلى فيه سواء فرض أو نفل فله فيه أجر عظيم. إن جاء بعمرة رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمرة، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وأما بناء المسجد النبوي، بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، فكما تقدم معنا أنه بعد ذلك ركب ناقته بعد أن بقي في بني عمرو بن عوف يعني 10 ليلة إلى 14 ليلة، ثم يعني أرسل النبي كما جاء ذلك عن أنس بن مالك أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة، أعالي المدينة، مكان مرتفع منها، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار وهم أخواله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يعني الملأ بني النجار، هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أمه آمنة بنت وهب، يعني أخوالها أو أخوال أبيه، أخوال يعني أخوال أمه من بني النجار، من بني النجار. فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقول يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه أي خلفه على الراحلة، أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وأبو بكر ردفه. قال وملأ بني النجار حوله، أي حول الناقة يمشون والنبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة وحوله بنو النجار، وأبو بكر رضي الله عنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ردف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض القلم،
ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. كان حائط وخرب كما سيأتي. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت، أي يعني بيوت قديمة مكسرة خرابة تسمى. قال فصفوا النخل قبلة، قطعوا النخل وجعلوها في القبلة يعني كالجدار، مثل الجدار في القبلة. قال وجعلوا عضادتيه حجارة، أي جانبيه بني من الحجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفاغفر للأنصار والمهاجرة. قال وقول أنس رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، يشير إلى أن بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من فور وصول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناقة ودخل المدينة فبركت الناقة، وقال هنا يعني المسجد، ولكنه لم يبني مباشرة، وإنما يعني كان يصلي كما قال أنس في مرابض الغنم وحيث أدركته الصلاة. ثم بعد ذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد. فهذه يعني بعض أحداث السنة الأولى بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء، وكذلك بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده المسجد النبوي. فهما مسجدان مختلفان. وتقدم معنا أن يعني هناك فضائل لمسجد قباء، والآية نزلت فيها مسجد أسس على التقوى من أول يوم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هل المسجد ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال مسجدكم هذا، يريد المسجد يعني النبوي، وكذلك مسجد قباء هو أول، لأنه أول مسجد أسس في المدينة، بل كما تقدم معنا أول مسجد أسس لعامة المسلمين، وأول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرة، أي أمام الناس، اجتمع الصحابة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام يعني الملأ في مسجد قباء. قال المؤلف قال ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. ثم بعد فراغه من بناء مسجده صلى الله عليه وسلم بنى من حوله مساكن، أي حجرات لأزواجه، ولم يكن في ذلك يعني الوقت إلا يعني من زوجاته عائشة وسودة. فيعني تم بناء المسجد بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة،
لأنه جاء أن يعني أسعد بن زرارة صحابي الجليل الذي يعني كان كافل لليتيمين الذي اشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأرض، يعني أرض من أرض المسجد، ليس كل أرض المسجد لهذه الغلامين، لا، إنما كان هناك يعني موقع يعني يعني أرض لهذين الغلامين، وكان هناك قبور للمشركين فنبشت، فمات أسعد ابن زرارة رضي الله عنه في شوال، والمسجد لم يبنى بعد، ما زال في البناء، ما زالوا يبنون المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة في هذه السنة يعني الأولى من الهجرة، هكذا في السنة الأولى من الهجرة، وكان في يعني شوال، كان دخوله صلى الله عليه وسلم في شوال بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما سيذكره المؤلف بعد بيت أو بيتين من هذا. فبنى من حوله مساكن، يعني ليس جميع أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عنده 9 زوجات، 9 أبيات كما سيأتي معنا، وإنما بنى لمن كان معه، وهي سودة وعائشة رضي الله عنهن. سودة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دخل بها في مكة، وعائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أي عقد عليها ودخل بها في المدينة، كما سيأتي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بنى بابنة خير صحبه، دخل بها. قال: ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة، فقوله ثم بنى من حوله مساكن قلنا لسودة ولعائشة، وهذا فيه دليل على أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى جميعها، إنما بنيت يعني متتابعة على قدر الحاجة حتى تكاملت إلى 9 أبيات كما سيأتي معنا. مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني 9 أبيات، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء، عن 9 أبيات، 9 أبيات. قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة رجعوا أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. تقدم معنا أن الصحابة هاجروا من مكة، بعض الصحابة هاجروا من مكة عندما اشتد المشركون على المسلمين في تعذيبهم وضايقوهم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة. فكم هاجروا؟ الهجرة الثانية، هل أحد يذكر؟ كم هاجروا؟ 80 صح؟ 80 رجل صح؟ ومعهم جماعة حتى كمل أولادهم، الأولاد قلنا حتى كمل أي 100، وهن 9 مع 10، 19 من النساء. يعني كانوا 80 رجل في نصف الذين هاجروا في الهجرة الثانية، الذين هاجروا إلى أرض
الحبشة، إلى أرض الحبشة. وكانت هجرتهم في السنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا في السنة الأولى من الهجرة، السنة الأولى من الهجرة، فكان مدة بقائهم 8 سنوات، 8 أعوام. فلما سمعوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة يعني اشتاقوا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع نصفهم، شدوا رحالهم فرجع نصفهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال ماذا؟ قال ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، إلى بلاد الحبش حين هاجروا، أي أقل من نصف. فقيل أنه الذين رجعوا إلى المدينة هم 30 رجل، ومن النساء 8 نسوة، ومن النساء 8 نسوة. إذن خلاصة ما تقدم معنا اليوم بناء مسجد قباء، وهذا كله في السنة الأولى. بني مسجد قباء في السنة الأولى، وهو أول مسجد أسس على التقوى وبني لجماعة المسلمين، وأول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وهو قلنا في مكانته وفضله يعتبر الرابع في المكانة والفضل. فأول مسجد المسجد الحرام، وفيه الصلاة ب100,000 صلاة، يعني من صلى صلاة في المسجد الحرام كأنه صلى 100,000 صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد النبوي ب1000، يعني ب100 صلاة، وسيأتي معنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من صلى مثلا، أنت تصلي في دار الحديث صح؟ تذهب إلى مكة في المسجد الحرام تصلي صلاة ب100,000 صلاة، هنا ب100,000 صلاة، يعني كم 100,000 صلاة؟ كم سنوات في اليوم؟ كم؟ 5 صلوات صح؟ واحسبوا في اليوم، في السنة كم صلوات؟ 360 يوم في 5 كم؟ 1800 1800 هكذا. 1800 صح؟ 1800 في السنة صلاة. طيب 100,000 صلاة يعني بكم سنوات؟ 80 سنة؟ لا أقل، يمكن 60 صلاة، 60. لا 60 سنة، 60 سنة ما يقارب 60 سنة صح؟ كم سنوات؟ 20 سنة؟ لا أكثر، ما يقارب 60، 55 سنة. يعني صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل صلاة 55 سنة مثلا فيما سواه من المساجد، كان المسجد يعني النبوي 55 سنة، كأنك تصلي 55 سنة صلاة واحدة فقط، صلاة واحدة.
فلذلك يعني فضل الصلاة في المسجد الحرام يعدل ب100,000 صلاة. ثم المسجد الثاني فضل مسجد النبوي، فالصلاة الواحدة تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد غير المسجد الحرام. المسجد الحرام 100,000 صلاة. ثم المرتبة الثالثة المساجد، مسجد الأقصى، والصلاة فيه تعدل ب500 صلاة فيما سواه من المساجد. ثم الصلاة في مسجد ثم يعني المرتبة الرابعة من المساجد والمكانة مسجد قباء، لأنه أول مسجد، ولم يأتي أن الصلاة تعدل فيه بكذا كذا صلاة فيما غير مسجد، لا، وإنما لأنه أول مسجد بني وأسس على التقوى، بني في الإسلام، وصلى المسلمون فيه جماعة ظاهرة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة ظاهرة. ثم أيضا بنى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى مسجد المدينة، مسجد المدينة. وكذلك يعني مما يعني من خلاصة درسنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى حول مسجد المدينة مساكنه. وكم مسكن، كم بنى مسكنا، كم بنى؟ 2، لسودة ولعائشة، لأنه لم يكن متزوج إلا سودة، وأيضا تزوج في هذه السنة عائشة كما سيأتي معنا. أما زوجاته بعد حفصة وسودة، يعني حفصة وزينب ويعني أم سلمة، أو ما ليس أم سلمة، أي نعم أم سلمة، أم حبيبة، هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، سيأتي معنا، سيذكر ذلك المؤلف. فكل ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة بنى لها بيتا، بنى لها حجرة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 9 أبيات، 9 أبيات. أما عندما وصل المدينة وبنى المسجد فلم يبني إلا يعني سودة، بيتا لسودة، وأيضا بيتا لعائشة، لأنه دخل بها بعد ذلك. وأيضا يعني خلاصة ما في هذا اليوم أنه رجعوا من الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكان عددهم كم؟ 80 رجل، غير النساء والصبيان. النساء كنا 19، والصبيان يعني أكملوا العدد حتى 100. يعني رجعوا نصفهم، قيل 30 رجل، قال لا أقل من نصف، رجعوا أقل من نصف. قال ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وقيل أنهم رجعوا إلى مكة ثم هاجروا إلى المدينة، فرجعوا إلى مكة، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7 نفر منهم في مكة، وحبس 17 في مكة. فقيل هكذا أنهم رجعوا إلى مكة ثم يعني ذهبوا إلى المدينة، وبعضهم يعني تأخر رجوعه من بلاد الحبشة إلى بعد ذلك، ثم رجعوا إلى المدينة مباشرة، كما يعني سيذكر المؤلف منهم جعفر يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورجعوا أظن في السنة 8 أو أقل من ذلك أو أكثر، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.